أمن علينا بعيد الأضحى، يمن على عباده بمواسم الخيرات ليعظم لهم فيها أجرا. وأتوب إليه وأستغفره، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بدين الحق نذيرا ومبشرا، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه محمدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه هم النجوم به يقتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجزاء. أما بعد أيها المسلمون، لقد صبحكم بهذا اليوم عيد عظيم، عيد الحج الأكبر، عيد الأضحية، عيد الفرح والسرور، عيد البذل والتضحية والانتصار على الشيطان، عيد السمع والطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل دون تردد أو فتور، عيدا يذكرنا بالبلاء المبين الذي امتحن الله به خليله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، عندما أتى أمر الله بأن يذبح إبراهيم ابنه إسماعيل، فهذا هو البلاء المبين، وهذه هي الاستجابة لأمر الله. أمره الله عز وجل بذبح ولده الذي رزقه الله عز وجل إياه على ضعف وشيبة بعد سنين متطاولة من العقم المقدور من الحكيم الخبير، ثم ينجب على ضعف وشيبة، فاستسلم الولد والوالد لأمر الله بطواعية عجيبة وسرعة عظيمة. قال الله عز وجل: رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. امتثل فيه هذا الابن البر بوالديه، امتثل فيه أمر ربه ثم لرؤيا والده ولم يتردد، واضطجع طائعا وهو يعلم أن الأمر أمر ذبح يسال فيه دمه وتقطع رقبته، فهل طاعة بعد هذه طاعة؟ وهل صدق بعد هذا الصدق؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. هذه هي قمة الطاعة وقمة الامتثال الذي تعجز العقول عن تصوره. يطيع ممتثلا رغم أن الأمر أمر ذبح وموت. ولننظر أيها المؤمنون كم طاعة لله أضعنا، وكم أمر من أوامر الله عصينا رغم أنها دون الذبح بكثير وكثير، وكم شهوة لأنفسنا اتبعنا رغم أن حبل الشهوات قصير وعذابها في الآخرة كبير. أيها المسلمون، إن أحق ما نتواصى به في مقامنا هذا ما أمر الله به نبيه محمد بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فالله سبحانه
لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أمرنا بالتقوى والاستقامة وسلوك سبيل الهدى، ونهانا عن العصيان والضلال واتباع سبيل الغي والردى، وأوضح لنا بفضله ورحمته طرق النجاة لنسلكها. عباد الله، أمة الإسلام، ما أحوج الأمة في أيام محنتها وشدائدها وأيام ضعفها وتيهها إلى دروس من تاريخها تتأملها، وإلى وقفات عند مناسباتها تستلهم منها العبر ويتجدد منها العزم على الجهاد الحق، ويصح فيها التوجه على محاربة كل بغي وفساد. ما أحوجها إلى دروس تستعيد فيها كرامتها وترد على من يريد القضاء على كيانها. في مثل هذا اليوم العظيم خطب نبيكم خطبة شافية كافية أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم مبادئ الجاهلية وعظم حرمات المسلمين. خطب الناس وودعهم بعد أن استقر تشريع وكمل الدين وتمت النعمة ورضي الله هذا الإسلام دينا للإنسانية كلها، لا يقبل من أحد دينا سواه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد كانت خطبة الوداع التي تخللت شعائر الحج لقاء بين أمة ورسولها. كان اللقاء توصية ووداع، توصية رسول لأمته لخص لهم فيه أحكام دينهم ومقاصده الأساسية في كلمة جامعة مانعة، خاطب بها سحابته والأجيال من بعدهم، بل خاطب البشرية عامة بعد أن أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة في أمر دينها ودنياها. وكانت الخطبة كذلك وداعا لهذه الدار الفانية إلى دار باقية لا نصب فيها ولا تعب. في هذه الخطبة ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس المسلمين أصول الديانة وقواعد الشريعة، ونبه بالقضايا الكبرى على الجزئيات الصغرى. ولقد كانت عبارات توديعية بألفاظها ومعانيها وشمولها وإيجازها، استشهد الناس فيها على البلاغ ما أروعها من ساعة، تلك التي اجتمع فيها من أرسله الله رحمة للعالمين. لقد أنصتت الدنيا بأسرها بلسان حالها ومقالها لتسمع كلام أصدق القائلين، وهو يقول: أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.